صحابي مصعب بن عمير، الشاب اللي بدل الدنيا بالإيمان. كان شاب وسيم أنيق وريحته كتشم من بعيد. لباسه ديما كان فاخر وعايش مدلل في بيت من أغنى بيوت مكة، لدرجة أن الناس كانوا كيلقبوه فتى مكة المدلل. نهار سمع بالإسلام ما ترددش، سمع القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. واخا كان صغير قلبه تحرك وبدا كيبكي وآمن، لكن هنا بدات الصعوبات. فالأم ديالو حبساته في الدار، حرماته من كل شيء، فلوس، اللباس، الراحة وحتى الحنان. أما هو ثابت وما رجعش للور. قال في نفسه الإيمان أغلى من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا يكون أول سفير للإسلام، صيفطوا للمدينة قبل الهجرة باش يعلم الناس دين الإسلام. وتخيل معايا بسبابه قبائل كاملة سلمات. في غزوة أحد مصعب كان حامل راية المسلمين، كان كيتحرك في الصفوف يشجع المجاهدين، حتى جا واحد من المشركين وقطع عليه يده، شد الراية باليد الثانية وقطعها ليه حتى هي. فشدها بين الذراعين ديالو وهو يقول